ازيكم أصدقائي؟ عارفين طبعا إن الفنانين دايما تاريخ ميلادهم وتاريخ وفاتهم بيبقى معروف، حتى دفنتهم بتبقى معروفة اتدفنوا فين وفين المقبرة بتاعتهم. إلا الفنانة الراحلة ناهد شريف ما كانش حد يعرف أبدا اتدفنت فين، ودي حاجة غريبة جدا. هقول لكم ازاي. تبتدي الحكاية إن في راجل اسمه عم جمال درويش، راجل في الخمسين كده من عمره، عنده شغف كبير قوي بأخبار الفنانين وأرشيفهم وتاريخهم. عم جمال بيحكي بيقول إن في سيدة لبنانية اسمها باتريسيا اتواصلت معاه من فترة، وقالت له إن هو يساعدها إنها تلاقي قبر أمها. ولما سألها مين هي أمك، قالت له أمي تبقى الفنانة الراحلة ناهد شريف. وقالت له إن لمدة 38 سنة قبر أمها مش معروف موجود فين في مصر. تخيلوا إن الفنانة الراحلة ناهد شريف عندها بنت جنسيتها لبنانية واسمها كمان باتريسيا. زي ما بقول لكم كده. ناهد شريف اتوفت سنة 1981، لكن بنتها ما قدرتش تعرف أبدا مكان قبر أمها فين، وكل اللي ظهر كان مجرد تخمينات ما كانتش صح بالنسبة للبنت، خصوصا إنها ما زارتش مصر ولا مرة في حياتها. غريبة جدا. عم جمال بعدها قابل واحد كان شغال في المقابر، في الدفن والحراسة وكده. في الوقت ده كانوا بيدوروا على قبر الفنانة الراحلة مديحة كامل، وكمان اتعرف على راجل تاني شغال في نفس المكان. الراجل ده قال إنه مش عارف فين قبر مديحة كامل، لكنه يعرف قبر ممثلة قديمة اسمها ناهد شريف، مدفونة هنا من حوالي 38 سنة، ومفيش حد خالص بيجي يزورها. طبعا شيء طبيعي محدش يجي يزورها، لأن أبدا ما كانش حد يعرف هي مدفونة فين. بعد كده اتواصل عم جمال مع الإعلامية بوسي شلبي، وقال لها مكان القبر فين، وهي بدورها اتواصلت مع بنتها باتريسيا، وفعلا جت مصر وزارت قبر أمها ناهد شريف لأول مرة في حياتها. باتريسيا بقى تبقى مين؟ تبقى بنت ناهد شريف من جوزها الأولاني إدوارد، وده كان لبناني أرماني، لكن حصل بينه وبين ناهد خلاف كبير قوي، خصوصا لما تعبت ومرضت. ساعتها أخد كل فلوسها وفلوس كمان التبرعات اللي كانت ملمومة لها عشان تتعالج بيها، وهرب على لبنان. ومش بس كده، ده خد كمان بنته معاه وسابها تواجه مرض السرطان لوحدها. آخر مرة باتريسيا شافت أمها كانت في المستشفى سنة 1981. كان وقتها ناهد شريف في لحظاتها الأخيرة، وكانت تعبانة جدا، وكانت باتريسيا عندها بس 4 سنين. وبصت لباتريسيا وهي بتبكي وقالت لها كان نفسي أعيش وأقرب بيكي، بس ربنا عايز كده. نهاد شريف حضنت باتريسيا لآخر مرة، وأخدت نفس وماتت وهي في حضنها زي الأفلام، مش العربي، الهندي بالظبط. وقتها كان حاضر نجوم زي نادية لطفي ونجوى فؤاد ونبيلة عبيد وكمال الشناوي. باتريسيا معرفتش قبر أمها فين ليه، لأن بعد الوفاة مباشرة أخدها أبوها على لبنان، حتى قبل ما تدفن ناهد أو حتى يحضر عزاها. وما رجعتش مصر بعد كده أبدا إلا بعد 38 سنة، وبالتالي ما عرفتش هي مدفونة فين. وطبعا كل اللي كانوا موجودين وقتها رحلوا الله يرحمهم، واللي عايش طبعا نسي كان فين المقبرة ولا اتدفنت فين، لأن فات عمر طويل. نهد شريف بقى الله يرحمها اتجوزت في حياتها 3 مرات، منهم كان زوجها التاني الفنان كمال الشناوي، واللي حسب مصادر مقربة إنها فضلت 6 سنين متجوزاه، لكن ما قدرتش تتحمل فكرة إن هو يتجوز عليها مرة تانية رغم حبها الكبير ليه، لأن ناهد فضلت تحبه سنين طويلة قوي، حب من طرف واحد، لغاية هو ما حس بيها وقرر إن هو يتجوزها بعد ما بدلها الحب. لكن ناهد للأسف اتطلقت منه، واتجوزت بعد منه جوزها اللبناني إدوارد، اللي ناس كتير حذرتها منه، خصوصا إنه كان طبعا مقامر، ودايما معروف عنه حبه للقمار، وكمان كان ديانتهم مختلفة. يعني استغفر الله العظيم، مش عارفة ازاي حصل كده، ازاي واحدة مسلمة تتجوز واحد مسيحي، بس ده اللي حصل. لكن ناهد ما سمعتش الكلام،
للأسف إنه تخلّى عنها في مرضها وسرق كل فلوسها، حتى فلوس التبرعات اللي كانوا زمايلها الفنانين اتبرعوا لها بيها عشان تتعالج. واضطرت ناهد إنها تلجأ للسفارة البريطانية عشان تتطلّق منّه وتساعدها كمان إنها ترجع مصر لإنه كان معاه باسبور إنجليزي. ناهد حاربت السرطان مرّة قبل كده وشُفيت منّه في السويد، رجعت القاهرة عشان تتفاجئ بهجمة شرسة من المرض أكثر شراسة من المرّة الأولانية. كمال الشناوي وقف جنبها في مرضها وساعدها في السفر برّه مصر عشان تتعالج، وجمع كل التكاليف بعد ما أبو بنتها الوحيدة اتخلّى عنها، وده بمساعدة فنانين زي نبيل عبيد ونادية لطفي. كمال ما سابهاش أبدًا لغاية اللحظات الأخيرة، وبكى بشدة يوم وفاتها لإنه كان عارف قد إيه هي بتحبه، وقد إيه كان بيلوم نفسه وكان بيشوف نفسه إن هو السبب في اللي جرى لها، لإن لو كانت فضلت على ذمته ما كانش جرى لها كل اللي جرى لها. ناهد ماتت سنة 7 إبريل 1981 في مستشفى المعادي بالقوات المسلحة بعد صراع كبير أوي مع مرض السرطان اللي انتصر للأسف عليها في النهاية. طبعا دي أقدار وده نصيب وده مقدر ومكتوب. ربنا يرحمها ويغفر لها ويجعل كل اللي شافتها أو اللي شافته في ميزان حسناتها ومغفرة لذنوبها. أنا أختكم همسة، ودي قناتي، من فضلكم ادعموني باللايك والاشتراك في القناة. شكرا جزيلا.